أسهل وأبسط طريقة لتفريز الخضار. هنفرز النهاردة مجموعة من الخضروات عليها كلام كتير وعليها اختلافات وعليها مشاكل، وفي ناس بتحصل معاها مشاكل لما بتفرزها. كل الحلول للمشاكل دي بمنتهى البساطة، وانت هتستغربي انه مفيش أبسط من كده. هنفرز مجموعة من الخضروات النهاردة، وكمان هقولك ازاي تنقيها بطريقة صحيحة، ازاي تطلع معاكي كويسة في التفريز وتقعد معاكي سنة واتنين كمان من غير اي مشاكل خالص بمنتهى البساطة. مش هتستخدمي، يعني مش هتتعبي خالص 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 في التفريز بتاع الكلام ده كله. كل الحاجات اللي هنفرزها النهاردة بطريقة سهلة قوي قوي. وكمان ازاي الكرنب ده اهم حاجة، ازاي تنقيه وازاي تفرزيه من غير ولا يزرق ولا يتغير، ويقعد معاكي سنة ومن غير ما يجلد. كمان في كام سر كده وكام حاجة بسيطة خالص هم السبب اللي بيخلوا الكرنب يجلد معاكي. وكمان هنفرز البسلة والجزر بطريقة مش هتخطر على بالك، يعني بطريقة بسيطة جدا جدا جدا. هنبدأ مع بعض بالكرنب، وطبعا ديت كام قطعة كده من الكرنب مهمين جدا اليومين دول. استغلي فرصة ان الكرنب موجود ورخيص، وكمان بعد المطر، فالمطر بتكون غسلت الأرض. ما شاء الله الكرنب بيبقى أولا بيكبر، بيستوي صح، بيبقى مش واخد أدوية وحاجات تكبره، هو كبر طبيعي. تعرفي الكرنبة انها مستوية ازاي وحلوة؟ تنقيها ازاي؟ اولا يكون الورقة من جوه قلبها أبيض، يعني بنشيل الورقتين اللي على الوش دول تلاقيه أبيض مش أصفر، أبيض. هو هنا لون معايا شوية لأن أنا جبته وركنته يومين على بال ما عملته. لكن بصي هي من جوه أبيض. في ساعات بتلاقي عروق ليها حمرة كده، النوعية دي جميلة جدا جدا. تشيلي الكرومبة تلاقيها تقيلة تقيلة، مش كبيرة واسعة، لا، الكرومبة متوسطة وتقيلة. دي تعرف إنها كرومبة مستوية صح. كمان أهم حاجة إنك تجيبي الكرومب البلدي. مهم جدا جدا الكرنب البلدي، مش اي نوع تاني، لان في انواع تانية اللي هو الكرنب البطة ده ما انصحكيش ان انت تخزني خالص، ما بيبقاش قد كده في التخزين. طبعا هنبدأ مع بعض. اول حاجة ننضف الكرنب زي ما احنا شايفين كده. بنشيل الجدر بتاع الكرنبة ونقورها من جوه ونبدأ نغسلها. ماما بقى ربنا يديها الصحة هتساعدنا وتغسل معانا الكرنب. لما تيجي تسلقي الكرنب ما تحطيش اي افتكاسات ولا اي اختراعات. طبعا لازم بنملى الكرنبة مية ونفضيها زي ما احنا شايفين كده. المية اللي هنسلق فيها الكرنب تكون غلت، يعني بتغلي. هنضيف فيها معلقة كبيرة ملح ومعلقة من الكمون فقط لا غير. ما تحطيش بقى سكر، ما تحطيش اي حاجة تانية. ده اول او تاني سر من اسرار التخزين الصحيح للكرنب. بعد كده لما تخزني، لما تيجي تسلقي الكرنب بتطلعيه في مصفى. ما تغسليش الكرنب بعد ما تسلقيه. في ناس بعد ما بتاخده كده من على النار، اولا ما تزوديش عليه السليق واسلقيه كويس، يعني وسط، لا هو مهري مستوي قوي ولا هو ني، لا وسط. بطلعه في مصفى، اوعي تغسليه. لما بتغسليه بميه تحت الحنفيه ده بيخليه يزرق معاكي بعد كده ويجلد منك. هو بيفضل زي ما هو بميته، بس كل الحكاية ان انا بحطه في مصفى، اصفيه كويس جدا. لما يبرد خالص هبدأ ان انا اقطعه الطريقة اللي تحبيها في التقطيع، وبعد كده بنبدأ نعبيه في اكياس. قبل ما اعبيه ببدأ ان انا انظمه زي ما انت شايفة كده. بحط الاخضر لوحده، الوسط اللي هو الملون لوحده، والابيض خالص لوحده، عشان لما اجي اعبي الكيس يبقى المحشي او الحشوة، يعني الكيس ده عبارة عن حشوة بحط فيها كل الالوان، الاخضر وبعدين المتوسط وبعدين الابيض. بعد كده باخده بحطه في الفريزر، بطلعه لحد لما يفك، وابدا ان انا احشي منه. بحط بقى الاخضر تحت زي ما انت عايزه وبعد كده المتوسط. نيجي على الطماطم. اولا لما تيجي تشتري الطماطم لازم تكون حمرة من جوه اكتر من بره، يعني تبقى حمرة من جوه وبره زي بعض. النهارده ولا هنسلقها ولا هنسخنها على نار ولا هنغليها ولا هنعمل اي حاجه. كل اللي هنعمله اننا هنشيل العرق اللي جوه ده الاخضر ونعصر الميه اللي فيها، وزي ما انتم شايفين كده مغسوله حلو طبعا بميه وخل. وبعد كده هحطها في الاكياس واحطها في الفريزر. ده بقى بيفرق في ايه؟ ان انت هتطلعي الطماطم تلاقي طعمها فريش جدا جدا. الناس اللي ما بتحبش طعم الصلصه ولا طعم الحاجات المحفوظه، كانها فريش من السنه للسنه. نيجي بقى للبسلة. زي ما احنا شايفين كده لازم ننقي نوع البسلة تكون مليانة، حتى لو غالية. اوعي تجيبي البسلة الفاضية اللي زي كده، هتلاقي الحبات جواها صغيرة ما تنفعش اصلا. لازم الحبات تكون كبيرة بتاعة البسلة. طبعا البسلة دلوقتي في ب20 وفي ب25. اللي ب25 هتطلع لك
كمية محترمة. اما ام 20 فانت هتلاقي قشر قد كده ومش هتلاقي فيها اي حاجة، بتبقى فاضية من جوه. تروحي على البسلة اللي القرن بتاعها يكون كبير والحبات اللي جواه كبيرة. وطبعا مع البسلة حابة تحطي جزر ماشي، مش حابة خلاص. ولا بسلق جزر ولا بسلق بسلة ولا اي حاجة. الجزر نغسله كويس ونقشره ونقطعه صغير في حجم حبات البسلة. البسلة بنفرطها، بنشيلها يعني من القرون بتاعتها ونفرطها، وبعدين نغسلها كويس جدا مرتين 3 بالمية ونحطها في مصفى. وبعد كده بنضيف ده على ده واحطه في الفريزر، في كيس في الفريزر. لما اجي استخدمه بخرجه بحطه على النار مباشرة. ما تركنيش البسلة تفك، هي اصلا ما بتتمسكش في بعضها لانها بتكون ناشفة. بتبقى جميلة جدا، بحطها على النار مباشرة. ودي من الحاجات المهمة اللي تخلي البسلة معاكي كأنها لسه طازة وفريش، ان انت بتطلعيها من الفريزر على النار مباشرة. عايزة تعبيها في اكياس صغيرة على قدك ماشي، اكياس كبيرة زي كده وتاخدي منها برضو اللي انت عايزاه وترجعي الباقي في ساعتها. ما تسيبوش بره الفريزر وترجعي تحطيه بعد فترة، لا، على طول بتاخدي اللي انت عايزاه وتحطي الباقي. نوصل بقى هنا لحد القلقاس بتاعنا. عشان تشتري قلقاس حلو لازم يكون لونه الوردي البامبي الجميل ده. بصي هقولك على سر مهم قوي يخلي القلقاس يستوي معاكي كله في وقت واحد ومره واحده. ما تيجي تشتري قلقاس هاتي الوسط، ما تجيبيش الكبيره ولا الصغيره. انا كنت جايبه اتنين، واحد عشان الميزان، واحده كبيره اللي هي دي اللي انا عايزاها. القلقاس يكون هي واحدة تطبخ مرة واحدة مع نفسها. لو جبت اتنين وطبختيهم مع بعض في واحدة هتستوي وواحدة لأ. علشان كده أنا جبت واحدة كبيرة ودي كانت كمالة ميزان، فكل واحدة هعملها لوحدها. الكبيرة دي أنا عملتها لوحدها اللي هي في الطبق دي، والصغيرة برضو هعملها لوحدها. بنقشره زي ما شفنا كده، بنشفه بفوطة وبنبدأ نخرطه قطع متوسطة صغيرة مكعبات زي ما انت عايزة. لما تيجي تسويها كل نوع قلقاسه، يعني كل واحده قطعه قلقاس حبه قلقاس لوحدها. اللي في الطبق ده هعبيه في اكياس لوحده، عمل كيس او عمل كيسين لوحده. واللي هنا دي لوحدها. ده بيخلي معاكي القلقاس ما شاء الله مستوي كله مره واحده، ما تبقاش واحده مستويه وواحده نيه. دي من الاسرار المهمه للقلقاس. كمان انا مش هعمل فيه اي حاجه خالص غير اني هنضفه كده زي ما انتم شايفين واخرطه واغسله كويس جدا في الميه مرتين 3، وهعبيه يعني احطه في مصفى واصفيه، وهعبيه في اكياس واحطه في الفريزر. ولما اطلعه احطه على النار على طول من غير اي حاجه، مش هسيبه يركن شويه ولا اي حاجه. كده هتحسي كأن انت بتاكليه كأنه فريش طازة، مفيش فيه اي مشكلة خالص. زي ما انتم شايفين انا غسلته وحطيته في مصفى، وهبدأ ان انا اعبيه. وده لوحده، فاهمة؟ يعني اللي في الطبق الكبير ده دي كانت وحداية لوحدها، تطلع كيس، تطلع اتنين، تطلع تلاتة، مش هضيف عليها اي حاجة تانية. والتانية الصغيرة دي برضو احطها في كيس لوحدها وزي ما تطلع. ده بيضمن لي انه القاس كله يستوي مرة واحدة لما بيكون هو ثمرة واحدة، فاهماني؟ احنا عشان ما عندناش حد كتير بياكله، فانا بحط الطبخه كميه صغيره، مش بكتر منه قوي يعني. فبحط حبه صغيره. بالطريقه ديت هتاكلي القلقاس بعد سنه بعد سنتين كانك لسه جايباه طازه فريش. انا باخده من الفريزر واحطه على النار على طول، بتلاقيه ما شاء الله جميل جدا جدا، تحفه. شفتي اسهل من كده في التخزينات؟ كل الحاجات اللي استخدمناها وخزناها دي من غير بقى طبخ ونفخ وتفضلي تسوي هنا وتعملي هنا وتصفي وتودي وتروحي وتيجي. مفيش اسهل ولا ابسط ولا اسرع من كده. بجد الفيديو مهم، يا ريت بس تعملوا له لايك، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. وتهتموا بالتعليقات، يعني تكتبوا لنا دعوة حلوة كده ولا اي حاجة. آه، او عندك اي اسئلة في اي حاجة اكتبي لي برضو في التعليقات. كده دول وحدتين قلقاس بس كانوا تقريبا 2 كيلو، فعملوا لي ما شاء الله 3 اكياس دول. كده انا ضمنت ان ده نوع وده نوع، هما الاتنين دول نوع واحد وده كمان نوع، فما فيش ايه لخبطه وهيستوي كله زي بعض. ودي مشكله ناس كتير. وعشان يبقى طري وناعم لازم يكون لونه بامبا كده من بره وحلو